السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بعد غياب 8 شهور. 8 شهور بعد الأمور التي حصلت والأحداث التي تابعتوها والنشر الذي صلخونا بعضهم هذا سارق وهذا عميل وهذا الله داري، قد الله داري من سماه هينو في السماء وعنتكلم فيهن. احنا عنتكلم في الحاجات هذولا. ما بالله اني شفت فيديو لواحد من الاخوة الجنوبيين، هو وامرأته، ما شاء الله امرأته طلع معها ولكن مستورة ما شفنا منها شيء، وقال انها فيها مرض السرطان، الله يشفيها ويعافيها. ان كان صادق على ما يقول الله يشفيها ويعافيها، وان كان بيكذب الله يشفيها ويعافيها. لكن قبل ما اتحدث انا خليني ادي لكم الفيديو حقه، تابعوا الفيديو بعدين انا اعقب عليه. والله العظيم طلعت زوجتي فيها سرطان، طلعتها بصنعاء من اجل الشعاع، وهناك صلحنا 14 قرعه واغتلبوا علينا. ليش؟ يعني يسبوا الجنوب وانا رديت لهم. وهذه الختمه والله العظيم انك ردوني من داخل صنعاء ولبقوني وبهدلوا بي العسكر هناك، سجلوا فوق الملف عمرتي اكس، يعني برا عن المستشفى. جينا عند الدكتور قال انتم الجنوبيين طراطير وقلنا نعالجكم بلاش وعادكم تجوا تتربعوا هنا. انا اناشد الان وزير الصحه والوزراء حقودنا اللي في الجنوب والزبيدين وكل اللي يهمنا الامر، يعني بدل ما نسواننا يطلعوا هناك وبناتنا وامهاتنا واخواتنا يطلعوا يتبهدلوا هناك في صنعاء مشان الشعاع، ليش ما يجيبوا لنا شعاع هنا في عدن؟ انا الان مرتي دمتها في رقبكم يا مسائل، كردوني من صنعاء باقي لها 16 جلسه، مش عاد لي عوده لصنعاء. انا الان انا بقاعكم بنابكم انتم يا مسائل، يا مسائل الجنوب. الاخ الجنوبي يقول انه طلع مرته الى صنعاء. والله صنعاء بتستقبل كل الجنوبيين وما بتفرق بينهم، واسأل اي شخص من الجنوب يجي الى صنعاء يا اخي والله ان انا اشوف الواحد مسألة، واذا سألته اقول له انت من الجنوب ارحب فيه اكثر، وانه مرحب فيهم اكثر من الشمالين انفسهم داخل الشمال. هذه قاعدة وحقيقة ما هو كلام. فالاخ الذي قال انهم كرتوه من صنعاء، ايش السبب انهم كرتوك يا اخي؟ وضح، انت ما وضحت شيء. انا طلعت صنعاء وكرتوني، دخلت عند الدكتور يقول لك يا الاخوان الجنوبيين، يا اخي يقول لك بهذا المنطق، يقول لك يا اخي ايش هو المستشفى؟ وضح ما هو المستشفى الذي سرت تعالج زوجتك فيه؟ من هم العسكر الذي كرتوك؟ طبعا المستشفيات لديها كاميرات، اي تابعوا الكاميرات. والله ان كان هذا حقيقة والله ما يفلتوها، وانا متأكد، واحنا بنقف كلنا معك وكل الشعب يوقف معك اذا كنت صادق في كلامك واتيت باحترامك. وجو هكذا قالوا انت جنوبي يعني مدري كيف بانكرتك. يا اخي عيب، يا اخي عيب. صنعاء ملان جنوبيين ما حد بيكلمهم، بس لانهم تقدير اكثر من الشماليين انفسهم. في كلامك هذا لما تنشره وتجيب العنصرية يا اخي، الانسان العاقل الفاهم ما قدرش يحلل كلامك، ما قدرش يحلله. كيف ضربوني العسكر ودخلت لا عند الدكتور وقال انتم يا الجنوبيين؟ يا اخي ما يصلح الكلام هذا. ما بالله وضح، اذا كانت لديك مظلومية وضحها بشكل سليم. من هو الدكتور؟ جيب لنا اسم الدكتور. من هم العسكر في اي مستشفى؟ الساعة كم؟ متى؟ عشان يراقبوا الكاميرا. وابشر بعزك، احنا بنوقف معك، واذا لديك مظلومية نوصلها ما يهمك. لكن ان كنت مرسل او تريد تجيب عنصرية او الا تريد ان يساعدوك بطريقة، عادي يا اخي. كل الناس اذا بيطلبوا المساعدة، الناس كلهم الناس يعني في حالة صعبة، والذي بيطلب المساعدة هذا الأيام مش عيب، ما هو عيب من يطلب المساعدة هذا الأيام، خاصة في هذه الأمراض الخبيثة. أنا أقدرك وأدعي الله سبحانه وتعالى أن يشفي زوجتك. نسأل من الله وأن يشفي كل مريض في هذا المرض الخبيث،
وأمراض خبيثة أخرى في اليمن. يعني نسأل من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لها، وإحنا مستعدين إحنا نتساعد معك، حتى ما مشكلة، مستعدين نتساعد معك. يا أخي العزيز لا تشوه بسمعة شعب. يعني أنت تتكلم طرطوني وتحاول تجيب وندعو الأخوة في الجنوب يعملون لنا بنطلع. أول شخص بيشتكي هو أنت، وفي آلاف بيطلعوا لا صنعاء لا إب لا محافظات أخرى بكلهم معزة وتقدير، إن كانوا في المستشفيات أو في الجامعات أو في أماكن أخرى. فأنت الآن يا عزيزي ويا أخي تأكد من صحة معلوماتك، ولا تتسرع، لا تتسرع في مثل هذا الحديث وما وضحت. على العموم أنا حبيت أني أطلع في هذا الفيديو أوصل رسالة. إحنا أخوة كل المحافظات يا أخي، إحنا قد اختلطنا بعضنا البعض. لا تحاولوا تجيبوا عنصرية، لا تعنصروا، ما تقدروا يا أخي. قد الشعب مختلط، قد الشعب واحد، والمعاناة اللي بيعانيها واحد في أي مكان بيعانوها كثير من الناس في أماكن أخرى، والحال واحد. وبطلوا لكم المزوبعين الذي بيحاولوا ينشروا من هذا الموضوع أنه فعلا حقيقة، وكل إنسان يتحرى، وأي إنسان شريف جنوبي هو بيرد على هذه الأكاذيب قبل ما نتكلم إحنا، لأنه عارف بالوضع هنا، وعارف كيف الأمن والأمان، وعارف كيف التعامل، وكيف الناس بيساعدوا أي واحد بيجي من خارج. حتى أنا للأمانة في إشادات من الأخوة الجنوبيين في عدن في أماكن أخرى. ما نشتيش نجيب عنصرية يا أخي، خلونا نرتاح من العنصرية إحنا قد بطلنا الحديث عن المشاكل والهذا، والله يتعبنا ودخلنا السجن وشيبنا، والله شيبنا يا أخي. الدنيا والله زائلة يا جماعة، لو تدخل البدروم عاد تحس إن الدنيا زائلة، والله إن الدنيا لا شيء. لو معك ملايين مليارات، لو معك فلوس، الدنيا هي زائلة، والله ما يبقى إلا ما عملته مع الله سبحانه وتعالى، وما عملته للناس ويدعو لك الناس، والأخلاق والمحبة، ويعني مثل هذه الأشياء الحلوة. نسينا العنصرية والكلام الفاضي على العموم إن شاء الله إحنا عنكم نلتقي ماذا الحين، لأنه بعض الناس يقولوا منعوكم، ما منعوناش. الحكم هذا أجا عفو من السيد القائد، وعفو من الرئيس مهدي البشاط، والكبار هم عقلاء، إحنا معنا كبار عقلاء ويعرفوا لأنهم كانوا يعتقدوا إن إحنا مرتبطين مع العدوان، كانوا يعتقدوا إن إحنا منسقين معاهم، وإحنا ادينا ذي كنا ذي في روسنا، كل واحد كان يدي يتكلم من راسه، ما بش حاجة اسمها ارتباط، لأنه بعضهم مرتبطين عملاء. عيب الكلام هذا. الخصم قد الخصم النيابة ما قالت أنتم عملاء، ولا تحاكت بكلمة عمالة ولا أنتم مرتبطين، ما فيش هذا الكلام. كل حديث تحدثنا به كان من الرأس، حديث شخصي، كان حديث شخصي، ما في أي ارتباط. والله لو كنا مرتبطين ما خرج واحد، ما تحسبوني لعبة يخرجوا بهذا السهولة. خلاص مشيش أتحدث في هذا الموضوع، نتحدث في فيديو قادم ونوضح بعض الأشياء. ونشكر الشعب اليمني، وقد انهن. أنا بس حبيت أتكلم في هذا الموضوع، المواضيع كثار، وأي واحد يكون يشي معه موضوع يشي يطلع يتحدث بنفسه. على العموم في ناس نشروا عننا كلام باطل، وفي ناس تضامنوا معنا، وفي ناس فوق راسي أنا ذي تضامنوا بحذيكم كلكم فوق راسي، والذي نشروا عننا عادي. هذا احنا صرنا في مرحلة عرفنا كل الأصدقاء، عرفنا منهم الذي كانوا معنا بالفعل، والذي ضدنا، والذي بياعين، والذي يصدقوا حاجات كذب. عرفنا أشياء كثير، عرفنا أشياء، وهذه كانت من الله سبحانه وتعالى. وشكرا لله على الحبسة، والله أني بجي نشكر الله على الحبسة ذي احتبست، لأني عرفت فيها أشياء كثير في حياتي، ودرست الحياة دكتوراه. لما شيبت خلاص الآن فاهم الحياة، فاهم. والله ما ينفعك أحد في هذا الحياة إلا الله والأوفياء.
والأوفياء إن شاء الله سنتحدث من الأوفياء. يلا تحياتي، مع السلامة.